السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم وانتم كتشوفوا الفيديو ديالنا ديال هذا اليوم. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم واحد الطويجين ديال الكفته ديال الحوت. غادي نديروا الحوت كواري ان شاء الله في الطويجين. مقادير سهله، انا بطبيعه الحال كاع الناس عارف كيفاش تنصب الطاجين كيفاش ديروا الحوت، غير انا بغيت نشارككم بالطريقه ديالي انايا. ندوزو دابا المقادير والطريقه ديال التحضير، خليكم معايا. ولكن ما تنساونيش ديروا لي لايك، شي كومونتير زوين، وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير والمقادير ديالي، خليكم معايا. اول حاجه انا هنا عندي الكفته. الحوت راني شديته ونقيته وطحنته، سلقت شويه ديال الرز مع زويته ومليحه غير شويه وخلطته معاه. وبالنسبه هنا للعطريه راه هي اللي غادي نشارك معكم، غنديرها في الطاجين. غادي هي اللي درت هنايا مع الكفته: مليحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، ثومه، الربيع مقطع، التحميره، ومعكتهم مزيان باش نكورهم ان شاء الله. وغادي نديرهم مع الخضيره ديالي، غنخليها هنا على جنب. اول حاجه غنبداو، انا ديجا راني قطعت البصله شنايف، وغادي ندير لها شويه ديال الزبيته روميه، وغادي نرش لها شويه ديال الملح. ما غنكثرش بزاف لانني غادي ندير لاصوص، وغادي ندير لها شويه الملحه غير باش ما تجيش ديك البصيله مسوسه. غادي نديرو خيزو ديالي، انا درت غير كميه قليله لان غير على حساب العشاء. الخضيره ملي كديريها كدا زوينه كتطلق الماء ديالها، كتعطي واحد البنه زوينه في الطاجين، يعني بلا ما تحتاج ديري الماء ولا شي حاجه. لانني غنخلي الطاجين يطيب في الماء ديال الخضره صافي، ما غاديش نزيد عليه والو. قبل من هذا الشيء غادي ندير واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. عرفتوا كي كتجي المذاق ديال هاد الورقه ديال سيدنا موسى مع الحوت غزاله. غادي نديرو البطاطا ديالي، انا عارفه كاع البنات المغربيات حادقات ويعرفوا يوجدوا الطويجنات، غير كل وحده والطريقه باش كتوجد الطاجين ديالها. يعني من منطقه لمنطقه كتختلف الطريقه ديال تحضير الطاجين. انا قلت نشارك معكم الطريقه ديالي وكيجي بنين. يعني الا جربتوه والله الا كيجي بنين، كيجي خاتر زوين. هذا الشكل هذا. غادي نزيد وريقات ديال سيدنا موسى اللي بقاو. انا درت 3 د الوريقات حيت كيطلقوا البنه زوينه. غندير قبيصه ديال الملح، هي شويه ما بغيتش نكثر. ودابا غادي ندوز نكور الكفته ديالي وغادي نحطها فوق من الخضيره. احنا بدينا كنكوروا الكفته ديالنا ونبدا نستف فيها بشويه بشويه. يسمحوا لي مع قبلوا على التصوير ديالي، راني كنخدم بيد وكنصور لكم بيد باش تشوفوا مرحله بمرحله. ساهل دغيا كيوجد، ما يحتاج شي حاجه كثيره وكيجي بنين. غنبقاو هكذا حتى نكملوا الكميه ديال الكفته اللي عندي. وندوزو نضيفو عليها فلفله ومطيشه ديالنا، ونصايبوا لاصوص اللي غادي نديروها فوق من الطاجين. خليوكم معايا. ها نتوما البنات، احنا كملنا التستاف ديال الكفته ديالنا. دابا غادي نخليو هاد الطاجين على جنب هنا، وغادي نجيبو زليفه. البنات غادي ندير واحد شويه ديال الماء لانني هو فاش غادي ندير العطريه. هنا الماء راني دايراه شويه سخون ماشي طايب، المهم كان عندي في المقرج شويه سخون. غادي نبداو بالعطريه. اول حاجه اي صوص عندكم ديال المطيشه، انا غادي ندير هذه. غادي ندير
راسة المعلقه ديال ملون غذائي، شويه ديال الخرقوم ديال العود، الكمون المذاق ديالو كيتواتى مع الحوت، شويه الملحه، ما غنكثرش حتى ندوق على حساب، لانني درت شويه الملحه رشيت بها في الاول. عندي هنا تحميره، راس معلقه ديال البزار، هنا البنات هذه راه الثومه بودر كنخدم بها انا بزاف. عندكم الثومه العاديه تقدروا تستغناو على هذه وديروا ثومه بودر، الا ما عندكمش ديروا العاديه. واحسن حاجه كتعجبني انا في الحوت هو الزعتر. غندير شويه الزعتر، درت غير شويه لانني باقا غادي نرش من الفوق. وغادي نزيدو شويه ديال القزبور مقرط، انا راني عندي مكونجلي جبدته من الفريكو بحال هكا. اهم حاجه اللي هي اللي كتعطي واحد اللوغو زوين في الحوت، معروفه عندنا حنا المغاربه، شويه الزويته بلديه. صافي هذه هي الاقامه ديالي اللي غادي، ولا لاصوص اللي غادي ندير فوق من الخضيره وفوق من كفتة الحوت ديالي. غادي نخليها بلاتي على جنب. غادي نجيب عندي هنا طريفات ديال الفلفله. انا الفلفله راه ما كنبغيهاش البنات بزاف، داكشي علاش ما كثرتهاش. بالنسبه اللي كيبغيو الفلفله هكذايا بزيت، انا كنديرها حيت كيعجبني المذاق ديالها كيجي مع الحوت. داكشي درت غير فلفله صغيره، نتوما تقدروا ديروا فلفله كثيره وتضاعفوا المقادير، شوف على حساب الكميه اللي دايرين نتوما ديال الكفته. غادي ندير المطشه ديالي، على هذا الشكل هذا. باقي عندي واحد الفلفله هنا نزيدها، وغادا نزيد حامض مصير. صافي الطاجين ديالي دابا ها هو باجد، ما غيبقى ليا غير نزيد لاصوص اللي درت، وغادي نشعل ليه ونقص ليه البوطه، وغادي نخليه على عافيه مهيله. ملي غادي ندير شي معلقه باش نهز لاصوص ونخوي من الفوق. دابا غادا نخوي لاصوص ديالي على الحوت وعلى الماء البطاطا ولا اخر باش كتشرب ليا الخضره كاع هاد لاصوص. كتجي مذاق ديالها زوين، عرفتي واحد النسمه فيها غزاله، خصوصا ملي كديروا مع لاصوص طوماط وملي كتزيدوا الزعتر كتجي واحد البنه. راه ما نعاودش لكم، وراه هاد الكميه اللي درت راه هي فاش غيضيف الطاجين، يعني ما غادا نزيد والو. انا اصلا من عادتي راه ما كنديرش الماء في الطاجين، كنخلي الخضره تطلق الماء ديالها، غير حيت الحوت دابا ضروري شرموله، ضروري ما غادي نديرو. مثلا ملي درتو سخون ما درتوش بارد، راه ما عدويا انا الماء يكون بارد نديرو في الطويجنات ولا فاش ما كان. صافي نزيدو هادشي اللي بقى من الفوق على هاد الشكل هذا. واحد شويه د الربيع، غير شويه ماشي بزاف، حيت الا كثرتو من الفوق كيكرم ما كيبقى عنده حتى شي معنى، غير ديك كما كنقولوا الزواق وصافي غنزوقو به. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر من الفوق بحال هكا. صافي البنات ها نتوما ها الطاجين ديالي كيف ما كيجي كما كتشوفوا. دابا غادي نديه، غادي نحطو فوق البوطه وغادي نقص ليه ونخلي العافيه مهيله يطيب الطويجين ديالي على خاطرو، ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالو كيف ما كيجي. خليكم معايا. ها نتوما البنات ها الطويجين ديالي طاب، ها نتوما شوفوا كي جا تبارك الله، راه باقي من البوطه يلاه حطيته.
راه من داك الماء اللي زدت ليه ما عاودش زدت ليه، اللي درت فيه لاصوص هو اللي خليته. والخضيره حتى هي كتطلق الماء ديالها، واحد الرويحه طالعه يا سلام، ما نقولش لكم الرويحه ديال ورقه زيت ناموسه وزعتره وزبيته بلديه كتجي زوينه مع الحوت. غنخليوه حتى يبرد شويه ان شاء الله. نتمنى يكون الطويجين ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من لي لايك ديالكم وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. وبسلام عليكم في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.